اليمني إلى المدرجات بهذه الطريقة بقوته ولكن برعونته أيضا إلى خارج أرضية الملعب في الوقت الذي ذهبت من خلاله الجماهير اليمنية تساند من خلف المرمى. ضاعت الكرة والركلة الترجيحية الثالثة لكي تعود الآن لصالح المنتخب السعودي عند مختار برناوي. الثالثة للأخضر من أجل التقدم بالركلة الترجيحية الثانية. برناوي مختار، أين سيختار؟ هل يختار المرمى؟ مختار برناوي يتقدم، لا يا مختار، وضاح أيضا هو الآخر يتألق. مختار لم يسجل، مختار لم يتقدم للأخضر، مختار وضعها سهلة إلى حارس المرمى. وضاح أنور، هذه أوضح من الأولى، هذه أسهل من اللي ضاعت. هذه كرة لا يمكن أن تلعب بهذه الطريقة. مختار أيضا أضاع الثالثة على الأخضر السعودي لكي تعود مرة أخرى ركلة بركلة. ماذا أنت فاعل يا موسى؟ القادمة بالنسبة للمنتخب اليمني بواسطة اللاعب يونس ردمان هي الرابعة، الركلة الترجيحية الرابعة بالنسبة للمنتخب اليمني. يونس ردمان وموسى العيد، ردمان وموسى يسجل ويتقدم المنتخب اليمني لأول مرة بركلات الترجيح. المنتخب اليمني يتقدم لأول مرة بركلات الترجيح من خلال ركلة ترجيحية رابعة يسجل الثانية. يونس ردمان على يسار حارس المرمى يسجل الركلة الترجيحية الرابعة وبالتالي 2 مقابل 1، ركلتين مقابل 1 لصالح المنتخب اليمني. من هو اللاعب القادم؟ عبد الله هزازي على تنفيذ الركلة الترجيحية الرابعة. هل يعدل من خلالها النتيجة أم يفتح الأبواب بالنسبة للمنتخب اليمني للوصول إلى اللقب الثاني؟ هزازي، هذه رابعة من أجل ركلة ترجيحية ثانية ناجحة. هزازي ووضاح، من سيتألق من خلال الكرة القادمة؟ ركلة الترجيح يتقدم هزازي، يتقدم ويسجل ويعدل، يسجل ويعدل. ركلتين مقابل ركلتين من خلال الركلة الترجيحية الرابعة. ينجح المنتخب السعودي بواسطة عبد الله هزازي لتصبح النتيجة الآن 2-2 بركلات الترجيح. عبد الله هزازي هذه المرة ليست إلى وضاح. الآن اللاعب اليمني البديل عبد الخالق محمد على تنفيذ ركلة ترجيحية خامسة لصالح المنتخب اليمني. عبد الخالق وموسى، عبد الخالق وموسى، يسجل عبد الخالق ويتقدم المنتخب اليمني 3-2 بركلات الترجيح. المنتخب اليمني يتقدم بواسطة عبد الخالق، وضعها أيضا في الزاوية الأخرى حتى الآن تؤول وتذهب لصالح المنتخب اليمني. وضعها في زاوية، الحارس ذهب إلى زاوية أخرى. المدرج اليمني يهتف مرة أخرى باسم الفوز بالبطولة. ركلة ترجيحية خامسة بالنسبة للمنتخب السعودي، خامسة للمنتخب السعودي. عبد العزيز الفواز
الخامسة الفواز. الحكم ماذا قال؟ الحكم قال اليمن بطلا لبطولة غرب آسيا للمرة الثانية في تاريخه بركلات الترجيح. من نفس البوابة يسيرون، من نفس البوابة يطيرون، من نفس الطريق يتألقون، وبنفس الطريقة يتوجون، ومن أمام الأخضر إلى كأس البطولة يصلون. لمن